ازيكم حبايبي؟ البطاطا بما ان احنا بقى داخلين على الشتاء، فالموسم بتاعها البطاطا جميلة جدا جدا ومفيدة جدا، وفيها حديد وبتدخل للطفل عادي من 6 شهور، طبعا بعد اختبار الحساسية اللي هو بتاع ال3 ايام. دي مشوية جميلة جدا، مفيدة جدا للأطفال من بعد الشهر السادس. كمان فيها فوائد كتير جدا ومهمة جدا جدا لصحة الطفل. بنصح بيها. بصوا انتوا طبعا يعني في ناس بتسلقها وفي ناس ممكن عادي تشويها زي ما انا عاملاها كده. بتهرسوها كويس قوي وتبدأوا ان انتوا تدخلوها للطفل. طيب الطفل لو اكبر شوية وعايزة تحطي معاها مكونات تانية بحيث يعني تبقى مغذية اكتر، الزبادي الابيض. انا طبعا كنت عامله فيديو قبل كده وقايله ان اي نوع زبادي تاني بالفواكه او باي حاجه تانية غلط ومضر، فالاحسن انا بصراحه بحب الزبادي الابيض. بحط بقى عليه بطاطا، فراوله، اي فاكهه انا بجيبها وبخلط بيها الزبادي، لكن ما بجيبوش بفواكه ابدا علشان بيعمل حساسيه. طبعا انتي طبعا عارفه ابنك او بنتك بياخدوا قد ايه من يعني بياكلوا كام معلقه. فدي وجبه اهي بسيطه خالص. آه هشيل بس البطاطا واخد معلقه زبادي وهرجع لكم تاني. انا هنا شلت البطاطا اهو، بصوا بسم الله. طبعا انا مش هاخد العلبه كلها عشان في اطفال ما بتاخدش علبة الزبادي كاملة. يعني في طفل ممكن ياكل علبة الزبادي لوحدها ماشي، لكن ما ياخدهاش طبعا برضو بعد 6 شهور بعد اختبار الحساسية. اهو. وتبدأي انتي تقلبي. تمام، عايزة بقى تزودي عادي زودي، انا بس عشان اهو بصور بايد واحدة فمش عارفة. تمام كده وبتقلبي. بصوا بقى، شايفين الجمال؟ الزبادي كالسيوم والبطاطا حديد، فالاتنين مع بعض بصراحة يعني وجبة جميلة جدا. ولو الطفل عدى سنة ممكن ودخلتي له العسل الابيض، ممكن تضيفي معلقة عسل ابيض بسيطة خالص. وتخيلوا بقى الوجبة دي ممكن تعمل ايه. جميلة جدا جدا. ممكن برضو تحطي موز، اي فاكهة انتي دخلتيها قبل كده للبيبي عادي عادي ممكن تدخليها. فيعني دي حاجة بسيطة كده. حاولت اساعد بيها الامهات اللي لسه بدأت تاكل البيبي بتاعها. علبة الزبادي ممكن لوحدها تدخل عادي جدا، بطاطا لوحدها عادي برضو تدخل، عايزه تخلطي الاتنين على بعض زي ما انا بقولك كده عادي مفيش اي مشكله. اهم حاجه اي نوع اكل يدخل لطفلك يكون بعد اتمام السادس، وتكوني عامله له اختبار حساسيه 3 ايام. يا رب اكون قدرت افيدكم. يعني دي معلومة بسيطة كده، البطاطا بالزبادي ان شاء الله يعني تبقى وجبة حلوة وخفيفة على اطفالنا، وفي نفس الوقت مفيدة كالسيوم وحديد. وربنا يحفظهم يا رب ويبارك فيهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.